بدأت فكرة إنشاء نادي السيارات كورفت من مجموعة صغيرة من الشباب الكويتي الطموح، واستطاعت هذه المجموعة الطموحة جمع عدد كبير من مالكي سيارات كورفت، وهدفهم إنشاء نادي رسمي يضمهم. وايد شغلات من ناحية وزارة الداخلية، من ناحية شباب، يعني واحد يفرغ طاقاته بمكان معين، ويعني صراحة مكان مرتب وشغل مرتب يعني. ورأى أعضاء هذا النادي أن النادي يوفر لأعضائه خدمات كثيرة ومتنوعة. دعمنا بكل شيء، يعني بقطع غيار، تصليح، بسفرات، حلبة البحرين بنروح لها، قبل شهرين رحنا الإمارات، فما قاعد يقصر ويانا، تساهيل وايد حق السيارة. كل واحد يتعرف على الثاني، يعني لو واحد عنده خبرة بالكورفت ممكن يفيد واحد يعني توه يعني في المجال جديد. بالعكس حلوة، يعني طلعة شتوية، ربع، تجمع شباب، يعني شيء طيب صراحة يعني. انطلقت المسيرة من أبراج الكويت تحت رعاية متحف الكويت للسيارات القديمة والتراثية إلى مغره الكائن في منطقة شويخ، ليعلن عن إنشاء نادي السيارات كورفت الكويتي رسميا. قام نادي سيارات كورفت قبل إشهاره رسميا بعدة جولات بدول الخليج تكللت كلها بالنجاح. النادي يوفر لهم عضوية، لهم عضويات، نقدر من خلال هذه العضوية يستفيد بخصومات محلات، بجراجات، بداينوز، يستفيد حتى وصلنا مرحلة أنه ناخذ تأمين من شركات سبونسر قاعد يشوفون معانا، يفيدونا نفيدهم. عندنا مقر رسمي صار الحين، جراج كافيه الواقع خلف مدينة المول، وفر لنا المكان، وفر لنا الجو المناسب يحتضن هذا. في هذا المكان انتهت مسيرة كورفت، وبدأت الانطلاقة الفعلية لنادي سيارات كورفت.